العائلة لحد الآن، من سنيني بالعمل لحد الآن، يمكن خطوات اللي خطيتها ما توقعت. مرات أقعد أقول يا ترى هل أنا وصلت لهالمرحلة هيك بمعرفة؟ يعني أنا أتعجب من حالي، لأنه يعني ما صارت، يعني ما توقعت راح يصير هيك. لكن صراحة هلا بعد أقول أنا ممنونة لهالشي هذا، إنه خلاني من لو مو الحركة، لو مو القصايش المرأة، لو مو ثورة 19 تموز، يمكن أنا كمان هلا حالي نفس حالة أي مرأة بالمجتمع، تتزوج وتنهان وتنضرب ولا تعرف الطريق وين راح، يعني أي جهة راح تروح لها. كمان يمكن محاولات قتل كمان كانت راح تصير، انتحارات راح تصير. أنا الرفيقة مهدية هندي هلال، مواليد 1995. الولادة، محل وتاريخ الولادة في منطقة جبل عبد العزيز، قرية المدلجية. طبعا دارسة للصف التاسع مستوى الدراسي، من عشيرة البومعيش قبيلة البقارة. طبعا انضمامي كان للقصايش بال2016 مركز تلتمر. وكانت القرية كلياتها عادات تقاليد، إنه المرأة ما تطلع، ما تفوت، شغل، ربة منزل، الزواج، يعني المرأة تتزوج على ضرر كمان يكون عادي. طبعا عائلتي كانت متوسطة حسب العادات والتقاليد اللي جرت من آلاف السنين. طبعا تتبع لها تأثيرها على العائلة كان موجود كتير كمان حسب العادات والتقاليد. أكثر مرات مسائل زواج، مسائل والله نحن بنات ما يصير نطلع، ما يصير نفوت، عيب يطلع صوتنا، يعني عمل وشغل القرية، الأرض، الزراعة، الغنم، هيك شي كان وضعنا بالعائلة. كان نحن كان تقريبا 7 بنات و6 شباب. طبعا اخواتي كلياتهم كانوا يعني كيف ما تعلموا بالقرية بالبيت هيك راحوا يعني تزوجوا. أما أنا لا، كان عندي هدف، كان هدفي إنه أصير عسكرية، يعني حلم كان ليلي. طبعا بثورة 2011، ثورة 19 تموز لما بدأت الأحداث، لما كنت أشوف بنات أو رفيقات لابسات عسكري، هيك كان اللي محبة، هيك كان اللي هيجان لهم، كان اللي رغبة أنا كمان بدي أصير مثل هالرفيقات. طبعا فترة عانيت، يعني كيف العائلة كانت توقف قدام، يعني المنطقة اللي أنا كنت فيها كانت قرية، يعني ما كنت يعني أروح على المناطق اللي فيها الرفاق. بعد ما تحررت المنطقة من تنظيم داعش، الرغبة كانت تكتر، يعني كنت محاولات. شي يوم رحت والله، أول شيء كان خوف كتير من الانضمام للقوات العسكرية، يعني كان لي رغبة بس كانت في خوف، يعني كيف أصير عسكرية، عشيرة، العيلة، عمام كلياتهم يعني بنت وتنضم، يعني كان في محسوبيات كتير كمان. شوي شوي يعني رحت للمركز، يعني الصدفة هيك صارت، رحت ولما شجعتني كانت تشجيع من بعض من الرفاق، رحت والله انضميت. لما انضميت ما قلت لأهلي والله أنا صرت قصايش، رحت سويت الأوراق وجهزتهم وداومت، وبعدها قلت لأخواتي والله أنا صرت قصايش المرأة، حماية المرأة ضمن قوى الأمن الداخلي. العائلة يعني خلص عرفوا إنه يعني ما راح يستفادوا إذا ضغطوا علي كتير، لأنه يعني من انضميت وقدمت أوراقي، العائلة الأب شوي كان متفاهم، قال ما زال هي اختارت مصيرها تمام، بس حكي الكلام في بعض من عمامي يعني يمكن ما حكوا معي كمان، قال يا تتركي هالسلك يا ما نحكي مع قتلهم. لا أنا ما أترك السلك، يعني خلص انضميت
وخلاص بدي أكمل دوامي وهاي رغبتي فيها. في بداية انضمامي كان خوف، يعني ما بعرف الرفاق، ما بعرف شو هي حركة المرأة، ما بعرف شو هي قوى الأمن الداخلي للمرأة، بس كان على طول إلي رغبة يعني بالانضمام. هي رغبتي هي وصلتني يمكن هالمستوى هذا. انضمامي لإلي كبنت عشيرة يمكن كان قبلي في رفيقات، بس مو من ضمن المنطقة اللي أنا موجودة فيها. المنطقة اللي أنا موجودة فيها أو العشيرة يمكن، بس أنا ما أتوقع، لأنه على حسب مساري بقوى الأمن الداخلي أنا كنت أول بنت يعني لانضمامي لقوى الأمن الداخلي، من بنت عشيرة من كل عادات وتقاليدها، يعني كانت واقفة قدام أي شيء. يعني بحياتها ما صارت إنه بنت تنضم لقوى أمن داخلي وتروح على الحاجز وتروح دوريات، يعني ما صارت. كنا يمكن رفيقتين 3 عرب بيناتهم. الرفاق صراحة ما قصروا، يعني كان مثل ما أقول يهتموا فينا تقديمنا، يعني مجال اللي يعطونا إياه صراحة هو اللي خلانا كمان نصل مرحلة من الفكر. خضعت لتدريب شهرين كان فكري وعسكري. بعدها بعد التدريب صار عندي شوي معرفة، يعني خطوة كمان. هالخطوة هاي شوي تعرفت على أساسيات قوى الأمن الداخلي شو هي، لأنه في البداية حكيت كمان أنه لا أعرف ما هي قوى الأمن الداخلي، شو هي أصايش المرأة، شو هي عملها، شو مين هن أبدا، يعني أي فكرة ما كان يوجد عندي لإلهم. بعد التدريب جيت صرت قومتان جروب، كان قومتان جروب لإدارة للمركز المرأة بتلتمر. كنت أروح لمنطقة تانية، عندي إمكانيات أقدر أروح لمنطقة تانية وننظم قوى الأمن الداخلي. طبعا بعد فترة الرفاق وافقوا على المهمة اللي طلبتها. رحت لمنطقة الشدادة، كان مركز المرأة بالشدادة كان جديد في بداية 2018. كان المركز جديد، المنطقة جديد متحررة كانت. طبعا هونيك أثبتت وجودي هونيك، كنت إدارة للمرأة. طبعا الرفيقات أو المركز ما كان مثل ما تقولي منظم أو في رفيقات. كنا كمان نلاقي صعوبات، المنطقة كلها كانت كمان عشائر، عادات، تقاليد. يمكن العشائر نفس بعضهم كانوا، وفي منهم تختلف من غير عشيرة. بقى فتحنا هالمجال هذا لهم، كنا نروح على الكومينات، على المجالس، على بيوت الرفيقات، لبين ما تعلموا على وضع قوى أمن داخلي. هون كمان العوائل الأهالي ارتاحوا لنا. طبعا يعني الرفيقات هونيك كان عددهم بال17 15، سوينا العدد فيما يقارب 36. طبعا كمان بعد تعب، بعد مثل ما أقول لي صعوبات كمان، مثلا التهديدات على الانترنت، على الفيسبوك. الحرب الخاصة كمان كانت موجودة كتير، تهديدات عن طريق الانترنت، تشهير كان، لكن كنا بمعرفة هالشي هذا انه هاي حرب خاصة، تخويف، كسر الإرادة كان لنا، لكن قاومنا يعني هالشي هذا. بالعكس خطينا هالخطوة هذا وكسرنا هالحاجز هذا، كان لأنه كان عندنا إرادة ومآمنين بقضية. كان بقى الإصرار هو اللي خلانا نعدي هالمراحل هاي، لأنه مراحل بدنا المرأة على طول تكون بس للعائلة، للبيت، ربة منزل، تنضرب، تنهان، عنف، أي شيء يتقابله كان لهم يعني ياخذوه عادي ولا كأنه صاير شيء. يعني يفكروا الإنسان المرأة بس هي مو إنسانة، بس هن جايين على الدنيا ولا الدنيا إلهم هي، لكن المرأة بس تخدم وبالبيت وتربي أولاد وشغل المنزل وشغل البيت، وإيش ما يطلب منها لازم تكون مثل ما بدهن. لكن لما انفتح هذا الطريق ومسار قوى الأمن الداخلي للمرأة ومعرفتنا لحرية المرأة، كان في عندنا خطوات وأهداف له، ولحد الآن كمان
يعني هدفنا كان هو إنه نتخلص من بعض عادات التقاليد البالية القالب صايرة علينا حكم آلاف السنين. يمكن كان عندي طموح أما كان عندي خوف كتير، خوف، خجل، تلبك. يعني ها والله إذا سوي هيك شو راح يصير، أهلي، عادات، تقاليد. لكن بالسنين اللي مرحلة القصايش هاي خلص، كل يوم، كل شهر، كل سنة يصير شيء جديد، يعني تغييرات، يصير عندي تمسك أكتر. مثلا هالشيء هاد خلصت منه، هلا يعني يمكن صعب أتقبل على حالي أي شيء يجي حوالي. يمكن ما أقبل حالي إنه أكون أي مرة عادية، أو أي مرة مثلا تحب تنظلم وتنضرب وتنهان. من العائلة لحد الآن، من سنيني بالعمل لحد الآن، يمكن خطوات اللي خطيتها ما توقعت. مرات أقعد أقول يا ترى هل أنا وصلت لهالمرحلة هيك بمعرفة؟ يعني أنا أتعجب من حالي، لأنه يعني ما صارت، يعني ما توقعت رح يصير هيك. لكن صراحة هلا بعد أقول أنا ممنونة لهالشي هذا، إنه خلاني من لو مو الحركة، لو مو القصايش المرأة، لو مو ثورة 19 تموز، يمكن أنا كمان هلا حالي نفس حالة أي مرة بالمجتمع، تتزوج وتنهان وتنضرب ولا تعرف الطريق وين راح، يعني أي جهة راح تروح لها. كمان يمكن محاولات قتل كمان كانت راح تصير، انتحارات راح تصير. مشان هيك يعني على طول أقول أنا ممنونة لهالحركة، ولحد الآن كمان يعني أكررها، يعني لحد الآن وآخر، يعني يمكن ما أتوقع يوم راح أندم ولا راح أندم كمان، ومصيرتي مكملة بهالطريقات. مشان هيك لما يكون عندي صراع بيني وبين عقلي أعدي كتير خطوات. صح، يمكن مجتمع وعادات وتقاليد أنا بحترم هالشي هذا، بس أنا ما بقبل على حالي كمان أكون مرة عادية، أو أي مرة تنضرب قدامي وأسكت، أو أي مرة تنقتل وأسكت، أو يعني ولا كأنه صاير شيء. ضمن المراكز يكون في إدارين رفاق شباب، أو رفاق مثل ما تقولي معنا بالإدارة، على طول يطلعوا علينا والله نحن ما عندنا إرادة، نحن الضلع القاصر اللي صار من ضلع آدم. لكن يعني لما يشوفوا والله نحن عندنا إرادة، لما نحن نعرف نحكي، لما نحن نناقشهم بأمور العمل يسكتوا. مثلا يقول ها والله أنتوا لو أنا ما أجيب مرتي، لو أنا ما أجيب أختي، لو أنا في نقاشات تصير، في مصارعات كانت تصير بينها وبيناتهم. لكن نحن مآمنين بقضيتنا كقضية حرية المرأة التي حارب القائد عبد الله أوجلان مشانها، عندنا إيمان فيها. واجهنا هيك مشاكل، مثلا حتى رفاقنا بالعمل يمكن ما كان يقبل اخواتهم تجي على هالعمل هذا. في قسم كبير كمان جاب اهله واخواته وازواجه لعملنا ضمن قوى الامن الداخلي، وفي منهم لسه متحجرين بهالشيء هذا، انه والله المراه اذا تطلع ما بيصير. العم يحكي، الاخال يحكي، تاثيرهم كثير جانبي على هالعوائل هاي. بعملنا كقوى امن داخلي العمل له أقسام كثيرة، له مناطق كثيرة، له عمل كثير، لأنه مشاكل المجتمع التي تصير هي كلياتها قوى الأمن الداخلي مرتبطة فيها. كمرأة لنا دور فعال، يمكن قسم منيح فيها، ولسه يعني مثل ما تقول، لأنه المجتمع ما يعرف أو لسه عنده شغلات انه ما يعرف هذا واجبنا كقوة امن الداخلي موجودين بيناتهم. شخص مهدية وشخص رفيقة مهدية ضمن قوى الامن الداخلي، صراحة انا كامرأة لما اي مرة تواجه مشكلة او ضرب او اساءة او قتل، يصير معنا محاسبات لنفسنا. مثلا ليش هالمرة انقتلت، ليش هالمرة انضربت، ليش ما أخذ حقها. يعني
يمكن يصير عندنا ردة فعل لا إرادية. نقول يعني لسه عندنا أخطاء بهالعمل هذا، يمكن ما وصلنا للحد المطلوب كمان، لكن نحن كقوة من داخلي يعني لازم كشخصي أو كشخص رفيقاتي لازم مسارنا يكون أبعد، منظورنا للتحاليل يكون أبعد. كان المجتمع كمان عشائر عادات وتقاليد، كان مجتمع يعني متساهل ومتصعب حسب ما الأيادي البرانية اللي كانت هي اللي مثل ما تقولي تهدد المجتمع. كان يخاف على بناتهم، يعني إنه والله إذا ينضموا يمكن ينقتلوا أو يمكن يستشهدوا أو يمكن حدا يهددهم أو يمكن يطلعوا على الرفيقات إشاعات. المجتمع كان يحسب هالحساب، مشان هيك على طول كان فيها الحاجز هذا بيناتنا. لكن قسم منيح كمان بعد تدريبات، بعد مناقشات، بعد ما شافوا وجه الواقع شو هو، شافوا الحقيقة شو هي، ما تركوا المسار. يعني قدرتوا تغيروا من ذهنية العشائر؟ قسم منيح لأنه شافوا على وجه الواقع، شافوا الحقيقة بعيونهم أنه نحن حماية المجتمع، نحن واجب لنا كقوة من داخلي نقوم بعملنا حماية المجتمع، حماية المرأة. يعني مثلا كان يروحوا دوريات، كانوا الشباب يروحوا، لا المرأة تروح معهم. للبيت له خصوصيته، للعائلة له خصوصيته. المرأة تتفتش من قبل المرأة مو من قبل الزلمة. على هالأساس هذا المرأة أو المجتمع يعني صار عنده وجهة نظر، والله معقولة هالوجهة النظر هاي إنه مرأة تفوت لبيتي أحسن ما زلمة يفوت لبيتي، أحسن ما شافي. للعائلة إلها خصوصية كمان. مشان هيك شافوا الرفيقات لابسات عسكري، لابسات سلاح يحمي مجتمعهم على الحواجز، على النقاط، بالاستنفارات. المجتمع تلقائيا شوفي قال إنه في شيء يتغير. هون بدأت مسيرة أكبر، أوسع، نطاق أوسع، مناطق كثيرة. صراحة يعني أول شيء كان عندي تردد، أقول يعني هل العمل هذا بده يعني أنا يعني مستوى يمكن ما يكفي هالشيء هذا. لكن الرفاق قالوا لا والله صار لك فترة زمنية بيناتنا ونحن رح نحطك إدارة عمل قوة من داخل المرأة شمال شرق سوريا. المجتمع كمجتمع عشائري كمان كان له من التأثير كمان كتير على المرأة. مجتمع تنظيم داعش كان موجود هونيك، النظام السوري كان موجود هونيك، الفصائل بقى قوات سوريا الديمقراطية هي يعني تختلف اختلافيا عن هالفصائل أو عن التنظيمات اللي موجودة. قوات سوريا الديمقراطية أو الحركة اللي موجودة إنسانية، أخلاقية، حرية المرأة فيها، أخوة الشعوب كلها بأكملها موجودة. المجتمع كان كمان له خوف، الرفيقات بشكل عام كان لهم خوف، لكن في مصيرتهم هن كمان تحدوا كتير شغلات، تحدوا على العادات والتقاليد، تحدوا هجمات داعش لهم، تحدوا التهديدات اللي تجيهم، وحبوا النظام هذا، حبوا قوى الأمن الداخلي. لقوا على عاتقهم أنه نحن لازم نحمي أنفسنا قبل ما نحمي مجتمعنا، لازم نحن نقدر نحمي أنفسنا. يعني على هالأساس هذا بدت مرحلتهم كمان ضمن قوى الأمن الداخلي للمرأة. لازم كرفيقات، إذا كان كرد وعرب، إذا كان مين ما كان يكون، نحن تعلمنا على شيء اسمه أخوة الشعوب. قضيتنا قضية وحدة، يعني أي مرة تتعرض للظلم وللإهانة لازم نحن نكون إلها مثل ما تقول السند، أو نقدر نخلصها من هالجهاد. يعني هاد مسؤولية على عاتقنا، نواجه صعوبات كتير كرفيقات خاصة بالمناطق العربية أو بنات عشيرة. كون العادات والتقاليد إلها حكمة كتير كمان، يمكن مو سوج الأهالي كمان، سوج الذهنية اللي انفرضت عليهم هن كمان، سوج مثلا اللي
مثل ما تقولي بنوا هذه الذهنية من سنين وعامات لنا لأهاليتنا. يمكن الأهالي يحبوا يكونوا بناتهم والله يكونوا أحسن مما يكون، لكن الذهنية يعني أي عائلة تشوفيها يمكن تحب أنت تنضم، تحب أنت تروح تجي إلى إرادتها، لكن المجتمع اللي هي فيه يصير عائق قدامه. التدريبات اللي تلقيناها هون، اللي شفناه، المراحل اللي نحن عديناها، لازم نحن يكون هذا لأنه مثل ما تقول سند ونسند فيه كتير من النساء أو المرأة الموجودة، أو أنه نفتح الطريق أو تطوير لألون كمان. كون المرأة، حرية المرأة أو قضية المرأة مو بس بشمال سوريا موجودة، بشكل عام لنساء العالم. القائد عبد الله أوجلان مو بس مشان النساء كرد يقول، ولا مشان النساء عربي يقول، جميع النساء هو عم يحكي عنهم. يمكن الفلسفة اللي نحن دربنا لها صراحة، يعني كل ما عم نقرأ، كل ما عم نقتل تدريب، كل ما عم نشوف شيء نحس نقول نحن كنا نايمين، كنا ميتين عن هالفكر هذا. يعني يصير معنا يعني رغبة أكتر، مواجهة أكتر للذهنية الموجودة، يصير عندنا صراع أكتر بيننا وبين حالنا، نقول نحن لوين، هو وش اللي عم يحكي القائد لوين. خضعت لتدريب كان سوسيولوجيا الحرية، كان 12 مشكلة أو 12 قضية اللي موجودين بالمجتمع القائد عم يحكي عنهم ويقول لنا هذا الحل السليم لهم. إيه نحن لازم ناخذ على عاتقنا شقد نطبق في شخصياتنا، شقد نكون حاملين هالمسؤولية هاي لإلها، لأنه هو فتح قدامنا يعني الطريق. يقول أنا بالكتاب عم يحكي، يقول أنا جمعت هالأفكار هاي وحطيتها بعقلي لبين ما جابوا لي دفتر وقلم، لبين ما صار بيدي مجال مشان أكتب هالشي وابعته. إن إحنا موجودين هون، إن إحنا كل شيء قد يعني بإيدينا، يعني مو بإيدين حدا تاني، نقدر نعدي هالمسار هذا، نقدر مثل ما تقول نتدرب عليه كتير، لأنه إذا ما تدربنا رح نرجع لورا كمان. والتدريب لنا مهم كتير كنساء موجودات ضمن قوى الأمن الداخلي. كون قوى الأمن الداخلي علاقتها مع المجتمع، علاقتها مع حماية المجتمع، علاقتها مع الهجمات التي تصير داخل أو ضمن المنطقة اللي هي موجودة فيه. يعني محاربة عم تجينا، محاربة مثل الحرب الخاصة عم تجينا من كتير جهات كمان، لكن الإنسان لما يكون عنده إيمان بالقضية اللي هو موجود فيه ما رح يخاف من شيء. الموت مرة واحدة، يا يموت بكرامته يا يموت مثل ما تقولي يضل عايش بكرامته، يا يموت أحسن له. بقى الموت مرة واحدة، هو الموت بكرامة كمان يكون لنا شرف فيه. صراحة إن الشهادة شيء كتير ثمين مشان أي مرة، أو مشان أرضنا، أو مشان وطننا. كون الوطن هذا نحط تحرر من أيادي شافت الظلم، قتل، بيع النساء. يعني تنظيم داعش كان كتير له تأثير على مجتمعنا اللي موجود، هو بدير الزور، بالرقة، بالشدادة، كان بالطوقة، كان مبايعة المرأة، يعني تعدد الزوجات. كان صراحة يعني تنظيم داعش كان للنساء أو لبنات العشائر اللي موجودة أو للمنطقة بشكل عام، كان يعني صراحة كان مثل ما تقولي مرعب. يعني لحد الآن الخوف موجود في قلوب كثير من المجتمع الموجودين فيه. يعني لما نروح نشوف يعني آثاره كمان. مشان هيك لازم نحن نكون عندنا تدريبنا الخاص فينا. صراحة مشان تدريبنا ومشاننا نحن لازم يعني كمعرفة أو مثل ما تقول تدريب، لازم ندرب ذاتنا، ندرب شخصنا، كيف نحمي حالنا، كيف نحمي مجتمعنا. لما تعرفي تحمي حالك تعرفي في تحمي اللي حواليك. عم نشوف الدولة التركية كل يوم استهدافات أو كل فترة لرفيقاتنا، هن بدهم كسر
اللي موجودة، لأنه إذا يعرفوا المجتمع المرأة اللي بالمجتمع الموجود إذا تحرر خوفا على أنفسهم، إنه إذا المرأة تقدمت خلص يعني السلطة راحت من إيدينهم، الذهنية راح تتغير. القائد عبد الله أوجلان يقول إذا المرأة ما تحررت المجتمع ما يتحرر. صراحة أنا كشخصا بحياتي ما تخيلت إنه أكون عسكرية أو أكون إدارة أو أكون رفيقة برتبة عميد. يعني يمكن كان كيف كنا نشوفه بالتلفزيونات هالشي هذا يصير لازم، لكن حقيقة عشناه. كويس اجيت انضميت كمان، كويس كتير مو بس شوي، لأنه صراحة تعلمنا كتير شغلات. كان لو ما انضميت كان هلا حالي نفس أي حال برا من المجتمع، متزوجة وأولاد وما تعرف شي عن الحياة. يعني حسينا حالنا إنه نحن إنسان موجودين يلزم وجودنا. مشان هيك الفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان كتير وسيعة، كتير إلها مثل ما تقول معرفة. لازم نعرفها أكتر صراحة. كل ما كان عندنا معرفة كل ما تقدمنا أكتر، يكون إصرارنا أكتر، يكون إرادتنا أقوى. ضمن قوات أمن الداخلي الحمل اللي هلا علينا هو إنه حماية المجتمع، حماية المرأة من الهجمات، تقويتها أكتر، معرفة يكون المرأة تخلصها من الجهل اللي موجود ضمن هالمجتمع. حتى لو ما كان في قراءة وكتابة نحن مو ضد هالشي هذا، لكن لازم نكمل مسيرتنا وأقوى كمان. على هالأساس هاد مرحلتنا جديدة راح تكون يمكن شوي فيها صعوبات، لكن عندنا إرادة قوية، عندنا إصرار قوي، عندنا إيمان بالقضية اللي نحن عم نمشي فيها كمان. وهالشي حبيت أذكره لكم.